انا جيت عملت النهارده الكشري زي ما انتوا شايفين كده، بالفلفله والحلاوه دي والطعامه والجمال والسوى يعني، وريحه ملوش حل. بصي الفلفله بتاعته عامله ازاي، جميل. الله على الكشري وجماله وفلفلته. فتحت محل كشري النهارده في البيت، هيعجبك قوي. وعملنا الجمال ده كله في حله واحده. بصي الكشري وحلاوته، الله الله على جمال الكشري وفلفلته. الله، بصي الكشري عامل ازاي، احلى من افخم محل. تعالوا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض كشري الحله الواحده. هنعمل كل المقادير في حله واحده. انا مش جايه لكم بمقادير معينه، الكشري بيبقى على حسب الكميات اللي انت هتعمليها او على حسب الافراد. فانا هديك الفكره والطريقه وانت بقى حره في الكميات. تمام، يلا نخش مع بعض على الطريقه على طول عشان ما اطولش عليكم. في حله كده على النار، والحله دي اللي انا هعمل فيها كل الوصفه. هحط فيها شويه زيت حلوين كده محترمين، واعملي حسابك ان الزيت ده هيكون للكشري كله، استعمل زيت تاني خالص. فهنحط شويه كده محترمين. انا عندي البصل بتاع الكشري، في ناس بتحب تحط عليه نشا وفي ناس بتحط عليه دقيق وفي حاجات غريبه كده الصراحه بسمعها. انا ما بحطش اي حاجه على البصل يا جماعه، السر كله بالنسبه لي بيبقى في تقطيعه البصل. بصي البصل انا مقطعاه ازاي، قطعته ازاي رفيع بالطريقه دي بالمبشره. هتجيبي المبشره بالشكل ده كده اهي، وهتعمليها كده، هتبشري البصليه، تقسميها نصين وتبشري بالطريقه دي كده، هيطلع معاكي زي ما انا عاملاه بالطريقه دي كده، بيبقى متحمر وبيبقى جميل، وهوريهولك هيبقى عامل ازاي. زيت كده خلاص انا حطيته، هنزل عليه بالبصل، وقلنا مش هنقول كميات، كميه اللي انت حباها، كل واحد على قد ما هيعمل. هحمره بقى في الزيت ده، وهحط عليه شويه ملح كده للبصل، هنزل عليهم بنص معلقه صغيره كمون، وهبتدي احمر البصل ده في الزيت. البصل بيطلع يا جماعه مقرمش جدا، بيبقى تحفه زي المحلات بالظبط، ولا هحط له دقيق ولا هحط له نشا. زي ما قلنا هنعمل الكشري كله في حله واحده. هحمر بقى البصل وارجع لك تاني مع بعض. كده البصل اهو بعد ما اتحمر وطلعناه على طبق فيه مناديل بالشكل ده، عايزه اقولك مقرمش جدا. سامعه صوته، سامعه الصوت، ولا طري ولا اي حاجه ولا نشا ولا دقيق، هي الفكره في تقطيعته. تمام، في نفس الزيت اللي عملت فيه البصل هحمر فيه الشعريه. احمر الشعريه كده بالشكل ده. الكشري ده يعجبكم قوي يا جماعه، هتعملي الكشري وانت واقفه في ثواني. حاجات ده بصل اهو، يعني لو في حاجات بواقي بصل كده بسيطه خليها. الزيت ده بيبقى متطعم من البصل والكمون والملح، بيبقى في منتهى الجمال، بيدي طعم كده وتست للكشري تحفه. لما حمرت الشعريه كده هبتدي انزل عليها بالرز، قلنا الكميه اللي انت عايزاها. هقلبه مع بعض كده يتشوح كويس مع الزيت والشعريه. في المرحله دي لو هتعملي عدس بجبه اللي هو العدس الاسود، بعد ما تجيبيه وتغسليه وتنقعيه حوالي ساعتين كده ولا حاجه، لغايه ما تدوسي عليه كده بايديك تلاقيه طري، هتصفيه من الميه اللي فيه وهتحطيه في الوقت ده مع الرز. انا هعمله بعدس اصفر، العدس الاصفر مش هيتحط دلوقتي لانه ما بياخدش وقت خالص في السوا، هنقولك هنحطه امتى واحنا شغالين. هبتدي انزل بقى بالمكرونه. اي نوع بقى انت حباه، بس في الكشري يفضل اللي هي المرمريه الصغيره. انزل عليه بميه سخنه مغليه.
ما تكتريش الميه يا دوبك تبقى مغطيه المكرونه كده بعقله صباع. تمام. هخلي النار عاليه لغايه ما تغلي، واول ما تغلي هنسوي بقى زي كانك بتسوي رز. اول ما تغلي هوطي عليها خالص ونشرب الرز كأن الرز هيتشرب عادي من غير ما ابتدي بقى اظبط الملح بتاعه. لازم يا جماعه الميه تكون سخنه وما تكتريش الميه. هاتي المكرونه كده بعقله صباع، هغطيها، واول ما الاقيها ابتدت تتشرب كده زي الرز هوطي عليها خالص. وفي المرحله دي هحط العدس الاصفر. لما تيجي تتشرب احط العدس الاصفر هرجعلك. كده خلاص ابتدى يدخل معايا في التشريب زي ما انت شايفه كده. هنزل عليه بالعدس، هديله تقليبه كده. هوطي عليه بقى النار خالص كأني بسوي رز عادي. انا كده نقلت الكشري على العين دي وموطيه عليه خالص عبيد ما يستوي. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعه الكشري. احنا قلنا نكتر الزيت في الاول خالص علشان هو اللي هنعمل بيه الوصفه كلها. بيه الصلصه وهعمل بيه الشطه. نبتدي ننزل بيه كده نعمل بيه الصلصه. هننزل بالطماطم كده. انا بعملها من غير بصل ولا توم وبتبقى طعمها احلى. اللي حابب يحط نص معلقه صغيره توم، يعني بتاع فصين كده توم مهروسين في المرحله دي نيين يحطهم. هحيا بقى الصلصه دي. الصلصه لو لقيتيها مش حمرا معاكي حط لها حاجه بسيطه كده من معجون الصلصه، دي اختياري، اللي عايز يحط يحط. هحط لها نص معلقه صغيره سكر، ايوه سكر بيعادل حموضه الصلصه. هحط لها فلفل اسود حوالي ربع معلقه صغيره كده، ربع معلقه صغيره كمون، ربع معلقه صغيره كزبره. وعلى حسب برضو يا جماعه التوابل والملح والكلام ده على حسب الكميات اللي انت عاملاها. اظبط بقى الملح بتاعي ده ملح. نغطيها ونسيبها بقى ايه تغلي غلوتين 3 كده. تعالوا نعمل مع بعض الشطه الزيت زي اللي بتبقى في المحلات الكشري. هبتدي انزل عليه بالشطه. اول ما الاقي الشطه كده ابتدت تسخن مع الزيت هنزل عليها بمعلقه صلصه، معلقه كبيره بقى صغيره على حسب الكميات اللي انت بتعمليها. اقلب الصلصه كده معاها، احطها على نار هاديه خالص. بصي ابتدت تتقل ازاي تحت الصلصه مع الشطه اهي باينه معاكم، والزيت ابتدى يعوم على الوش. بصي هقربها لك على الكاميرا اهو، الزيت ابتدى يعوم كده على الوش لوحده والصلصه بقت تحت اهي. كده استوت خلاص. هطفي بقى عليها النار، هعصر عليها ليمونه كده بعد ما طفيت النار. حابه تحطي معلقه خل بدل الليمون مفيش مشكله، تبقى حلوه قوي الشطه دي. ممكن تعمليها على المكرونه برضو، تحطي منها على المكرونه بتبقى جميله. تعالوا بقى نشوف الكشري كده معانا بعد ما استوى. بس لسه طالع بنار اهو، استوت والرز والعدس كل حاجه مستويه فيه. نشوف هنقدم الجمال ده ازاي. بصي الرز مفلفل ازاي والمكرونه، بصي الجمال، بصي الجمال تحفه. كده الشكل النهائي للكشري بجد يا جماعه حلو قوي وريحته قلب البيت، طعمه ملوش حل. الشطه الزيت زي ما انت شايفه كده قدامك. بصي الزيت عايم على الوش ازاي، ودي الشطه اهي والصلصه من تحت. الصلصه بتاعتنا خليها خفيفه بالشكل ده، ما تقلهاش، خلي الصلصه خفيفه كده ما تتقلش معاكي زي بتاعه المحلات بالظبط. بصي البصل زي ما قلنا ولا نشا ولا دقيق، مش عارفه سامعه الصوت، سامعه صوت البصل عامل ازاي. جربي الطريقه دي بتاعتي في البصل وفي الكشري. طبعا انت بتسالي الحمص فين، سامعاكي. انا ما بحطش حمص على الكشري. الحمص انت بتجيبيه وبتنقيه وبنغسله وبنقعه في ميه سخنه كده حوالي ساعتين
وبيتسلق عادي، وبنغير المية دي وبعد كده بنسلقه عادي على النار لغاية ما يستوي، وبعد كده بتحطيه على الكشري. لو انت لسه مكملة معايا لغاية اللحظة دي في الفيديو، لو عجبتك الوصفة او ما عجبتكيش برضو حطي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على الكل. ولو بتشوفيني من على الفيس ياريت تعملي متابعة للصفحة وتعملي مشاركة للفيديو عشان يوصل للكل. دعمكم يا جماعة هو اللي بيخليني اكمل، وتشجيعكم هو اللي هيخليني اكبر بيكم بعد ربنا طبعا. مستنية دعمكم، مستنية تقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.